عليكم وبعدنا مكفيين سهرتنا، وخلي عينكم على الجديد. عبود عبد الرحمن بيقول لك عبود. مين بيعيط لك عبود طول الوقت؟ عبود؟ عبود. والله امي بتعيط لي عبود، رفقاتي بيعيطوا لي عبود، انه قليل ما حدا من الدائره القريبه يقول لي الشامي. طيب انت باللامبورجيني اوكي، الشامي هدول عبود لامبورجيني صح. بالمقابل شو عبود اهدى للشامي؟ اوكي. والله عبود قدم للشامي المثابره والاجتهاد والصبر، لانه اول هديه اعطته اياها للشامي هو العقلانيه بعز دين الصخب بالنجاح وفوضى الفن وفوضى الطيران والحفلات. انا قدمت له للشامي انه انا قعدت عاقل ومجتهد بشغلي وملتزم، وما هيك ما تعبته للشامي. حلو. شامي، كنت وانت بحياتك البسيطه قلت كثير انه انت اشتغلت تغسل صحون وقلت ديليفري وكنت تعمل هول القصص، وقلت كثير قدام نجوم كتار. ليش عم بتصرح بهيدا الشيء دايما؟ شو السبب؟ وليه لا؟ ايه اذا ليه بدي صرح وليه ما بدي صرح؟ لانه بمجرد ما يتعامل الانسان مع جزء من ماضيه على انه شيء لازم يتخبى، يعني نقطة ضعف او شيء عيب. بس انا كثير بفتخر بتسلسل حياتي، وانا بحالة او بمرحلة لجوئي انا كنت حديث الفقر. انا ابن عائلة مرتاحة جدا، وانا ربيت باحسن طريقة وتعلمت باحسن طريقة، وسائبت الظروف والحرب اني اعيش اللجوء والفقر. فهذا الشيء كثير علمني اول شيء كون مسؤول. شو ابشع شيء بتذكره من مرحله الفقر هيدي اللي مريت فيها؟ صراحة هو ما في شيء شخصي قد ما هو كان آسف أبو عبده عم بحكي عن هذا الموضوع. كان يعز علي يشوف أبو عبده يلي نعم. أبي يلي عندي تخيل جبار عنه أنا وصغير، وصورة عنه ما بتتكرر. عم بيعافر ببلاد الغربة، وعم بيتعب ليعمل شغل جديد، وبعدها اجى الزلزال شفت بي عم يتعب، وانا تعودت عليه بجبروته وجبل. شو بتقله؟ يعني بيي بدك توجه له، شو بتقله لابو عبد؟ والله بيك طبعا الله يحفظه. بقول له لبابا اول شيء انا ممنون لانك ربيتني رجال، وما بعمرك قصرت علي بانك تعطيني المبدأ وكيف الانسان يعيش عزيز النفس وبكرامه. وممنون انه انت تعبت بمرحله اللجوء لتوصلنا لهون، وهيك ان شاء الله الله بيكتب لنا النجاح لرد لك كل شيء على اكمل وجه. ان شاء الله. زقفه كبيره يا جماعه. وبعد هالزقفه بدي اقول الو لابو عبده اللي معنا على الخط، واكيد سمع هالكلام اللي انت قلته. الو. والاول مره على الجديد والد الفنان الشامي معنا على الخط. مساء الخير. مساء الخير، كل عام وانتم بخير جميع. وانت بخير وصحه. العادة على الجميع. وعليك الصحة يا رب. والعافية حبايبي. وعليك ابو العبد يا رب. حبيبي، ابو العبد حبيبي، انت شيخ شباب. انت ما حكيت شيء ما عملته، وانت كنت اكبر من عمرك، يلي عملته ابي ما حدا عمله بيك على كافة الاصعدة اللي انا بعرفها، يلي انا لامسها، وما ضاع فيك شيء ابدا ابي، وانت بتستاهل حبيبي. ان شاء الله كل سنة وانت سالم، والسنة هاي الجديدة بتكون خير وفرح عليك يا رب، وبتتهنى بحياتك يا حبيبي. تحية كبيرة لهالكلام الحلو. الله يخليكم لبعض ويخليك فوق راسه. تسلم يا رب. تسلم. ابو عبدو، شو بيشبهك اكثر شيء في الشامي؟ شو اخذ منك اكثر شيء صفة اخذها منك؟ رجال. اوه حبيت. وانتو يا زين ما ربيتوا، نحن هيك بنقول. ابو العبد من هو وصغير رجال. طيب بدي اقول لك شغله شباب. بيناتنا بعرف يمكن هو ما يحب. تفضلي وهو صغير. تفضلي ولا يهمك. وهو صغير كان في شيء هيك بدك تخبرنا عنه بيعذبكم، هيك عمل شيء غلطة كان مفروض ما يعملها، تعاقب هيك شيء عقوبة غير يعني شكل، بليز بيناتنا. هو انا اصطدمت انا وياه بصغره، اصطدمت انا وياه شوي. هو عقليته غير عقلية اللي حواليه،
هو عنده شيء بيشوف شيء برات الصندوق. ما يعني أنا بأول فترة ما كنت مستوعبه، يعني هو أكبر من عمره، بيعمل شغلات ما يعني الناس ما مو شايفتها. أنا ما كنت استوعب هلا على إنه الأقل طفل عرفتوا معقول يطلع مصدر منه هذا الغرور. الشيء. ما يعني بعدين تفاجأت إنه فعلا هذا الشيء اللي كان هو يعني على أساس صحيح مزبوط. يعني هاي الشغلات اللي أنا لفتت نظري بصغره. كنت أنا كتير يعني ما أعرف أتفاهم مع هذا الموضوع، يعني ما حسنت أتفهمه لأنه كان صغير. هو اسم الله وهو يعني مبدع واوت اوف ذا بوكس من وهو صغير. اسم الله بدي مره عاقبته صحيح. هيك عقاب اوكي غير شك بليز. انا عم باخذ كادويات اليوم، ايه يعني كلنا تعاقبنا عادي جدا. شو مره عملت في عقاب هيك للشام؟ يمكن شو سبب؟ هلا انت بتعرفي انا اب بالنهايه ما فيني اعاقبه ذاك العقاب الكبير. يعني كنت مثلا امنع عنه المصروف، يعني هيك شيء مثلا انه على اساس بس هو كان يجيب مصروف، يحسن يجيب مصروفه. شاطر كثير، ما احسنت عليه من كان الناحية يجرب هي. انه يقطع بصراحة عنه يعني المصروف. وهلا عم يغطي كل مصاريف العالم كلها. اسم الله عليه يخزي العين. ما شاء الله حوله، يخزي ما شاء العين. الله حوله. كلمة الله هيك أخيرة. الله يعطيه ان شاء الله على يعني. قد نيته واخلاقه وعبد. امين امين. اكثر دعاء شو تدعي له لهالسنه الجديده اللي احنا داخلين عليه؟ الله يرضى عليه قبل كل شيء، هذا مني. والله يديم محبة الناس عليه. يعني الحمد لله في عندهم منه محبة أنا عم بشوفها براته. يعني هلا هو بعالمه الفني عايش، أنا عايش بالعالم الثاني اللي برات الفن. عم بشوف محبة الناس اللي له، والناس عم بيقولوا لي قديش ابنك شغلة يعني جيدة، في أخلاق، في معاملة، في طيبة، في حاج تواضع. تحكي عني حجي. في شيء جديد. هذا هو حبيبي. شو خلاص بطلنا خلاص اوكي. اخر شيء بدك تزوجوا ولا لا؟ الاستاذه بدك تزوجوا او لا؟ والله موضوع الزواج ابو العبد طلع من ايدي. يعني صارت شغلته كبيره كتير 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 اكبر مني. ليك بلكي انا بيطلع بايدي الشيء اليوم. بحاول انا بلكي اتركوا علي انا اليوم. كل عام وانت بخير. اوكي يلا همتك، بدنا همتك وانت بخير عمو، وانت بخير وانتم جميعا بخير. كل عام وانت بخير. وميرسي كتير ان انت اليوم كنت معنا بهالحلقه الحلوه بوجود الشامي، وان شاء الله هيك كل ايامكم الجايه تكون حلوه. ميرسي كتير لك. وكان هيدا اول اتصال من والده للشامي معنا بالاستوديو، وهيدا اول اطلاله اعلاميه على الجديد. شو هالمشاعر الحلوه؟ ايه انا وبابا هيك رفقه اكثر من علاقه اب وابنه. رافقته مؤخرا وهذا الشيء يعني هيك بضل حاضني، بضل عم ينصحني، داير باله على توجهاتي بالحياه، وهذا الشيء كثير مريح. انا كثير بحب طبيعه علاقتي فيه. الله يخليكم لبعض ويخليه فوق راسك دايما يا رب. خليك. طيب صار هلا بدنا ناخذ معنا ضيفه كتير مهضومه وكتير لذيذه، وبدنا نغني معها، وبدنا نعمل كتير قصص. خلينا نشوف مين معنا اليوم. معنا جايتنا هي اصلا من الاردن لمصر للبنان. رحبوا معي بميس حمدان. شو السر الاخضر اليوم؟ شفت كيف؟ شو هالتابلو الحلو، شو هالغنية الحلوة حبيبتي. شو اخبارك؟ منورتينا. اخضر واخضر واخضر. شرفت فيك. بس حابه اوضح شيء، ان احنا مش متفقين على الالوان، بس تكونوا بمعلوماتكم. ابدا ما حدا عارف مين لابس شو. يعني ميس من اولها كده دلع وغنج وما بعرف شو، من اولها كده مروقي علينا شوي. ثانك يو. نيو يير على الجديد ومعكم. يعني شو بدك احلى من هيك صحبه، واحلى من هيك قناه، واحلى من هيك مشاهدين. حبيت زقفه كبيره على هالكلام الحلو. ثانك يو. زقفه كبيره. جيتينا من مصر لهلا اللي هي مكان اقامتك الاصلي اللي هو مصر. انا جاي سبيسيال للحلقه. ولك نورتينا. بس كسرت الدنيا. ليكي ميس انت طول الوقت فجأة بتغيب علينا شوي، بعدين ترجعي لنا بلوك مختلف تماما. رجعتي لنا بهيدا اللوك اللي طليتي فيه بالجونة، مهرجان الجونة. وكان كل الناس حديثة عن قصة شعرك واللوك تبعك وهالقصة. انا اكيد مش صادمه العالم اكثر منك. يعني اسم الله يغزي العين، شو هاللون الحلو بجنن حبيبتي. كلك ذوق. ليك عم حنجابل تتركنا شوي. انا عامل حالي شجره. لا شو رايك انت طيب بالشعر؟ بما انه كلنا لابسين اخضر كلنا شجر. انا بالنسبه لي وبرني جمالكم. ليك هلا انت جيل كامل متاثر باللوك تبعك كمان. يعني كل الشباب هلا قصه شعرك وما بعرف شو الحاجب. اذا جيل كامل متاثر باللوك تبعي شو هالحظ السيء تبعه. لا يا عمي بالعكس. بالعكس العالم كله. انت اصلا بتعقد. هيك
ليك بس انت شو القصه كمان انه يعني الفنان ما بيتركوه لحاله، يعني على طول دغري بس شافوه قصه شعر مش قالت اللوك حلو، في اللي طلع بعد الشر قال عندها شي مرض، وفي اللي طلع قال مثل شيرين قصة شعرها لأنه عندها أزمة عاطفية، وفي اللي طلع بتعاني اكتئاب في قصة كله إلا إنه هي بدها تهتم بجمالها. بس عوالات. لا اول شيء انا حد بقول للعالم بوناني اكيد وكل عام بوناني. وانتم بخير، يعني ما لحقت اقول للعالم كل عام وانتم بخير، ويا رب يجعل ايامكم كلها سعاده واعياد وايام حلوه ان شاء الله. إن شاء الله بوجودك. انا بشوف انه الفنان ضروري انه يكون متجدد، وحلو انه اذا الواحد يعني بلبق تعمل غير مثلك مثلا اسم الله، فيك تغيري الوان، فيك تغيري قصه شعرك، ألوان عادي بس قصة فيك الشعر صارت تغيري اللون. مرتبطة بالاكتئاب للمرأة. هلا صراحه ايه موست اوف ذا تايم بيكون هيك، بس انا صار لي كثير فتره يعني جاي على بالي قص شعري، وبعدين اصحابي بيقولوا استني لتكبري بالعمر شوي بعدين قصي. بس انا لانه صار لي فتره شوي بعيده عن الفن، فحسيت كنت حابه انه يكون عندي شيء يعطيني موتيف لارجع. هيك بتعملي كيف اطلاله جديده، روح جديده، بتعمل تجديد لحالك انسايد اوتسايد. فكنت بتمنى انه اكون عملت هيدا الشيء. لا يعني عملتي حلو، انت بتعادي. معروفة دايما ذوقك حلو. انتوا الاثنين قاسم مشترك بيناتكم، انتوا الاثنين بتحبوا مصر كتير. أكيد. اوكي، والمصاروا بيحبوكم كتير كمان. اوكي لله. يعني انت الناس كتير، يعني شامي اول ما قعدتي قال لك انا تفاجأت ان قريتي بالاردن، كان فكرك اصلا ممثله مصريه. ما بعرف، بس انا عالم مثلا فكروني سعوديه، مثلا في عالم فكروني مصريه لانه كنت عملت فلومه، يعني عملت شيء سعودي قبل واشتغلت بالخليج فتره طويله، بس انه لا ما بعرف ليه انت ما فكرتني مصريه، فكرتني مصريه لانه يمكن انه بذاكرتي انه شايفك عم تحكي مصري عده مرات مزبوط. بطلاقه، فانه ترسخت الصوره براسي انه انت فيك تكوني مصريه. مزبوط. تحكي مصري بس كتير. انت استقرارك في مصر ناتج عن انه هو استقرار، انت واخواتك هلا انا قاعدين ما رحت على بمصر. مصر كرمال كون مسله، ما يعني نقلتي من هيك. انا صغيره كنت انا مع اخوتي واهلي بمصر، يعني انا مش مثل مثلا فنانين كتار راحوا ليصيروا ممثلين ليلاقوا فرص تمثيل او شيء بمصر. مزبوط. لا انا من انا صغيره والفن هيك صار، يعني اجت صدفه. حلو، اجى بالصدفه. العكس معك، انت اسم الله غنيت مصري وهيدا الديو سابق اصرار وترصد. مع سبق الاصرار والترصد، هيدا الديو اللي كسر الدنيا انت والفنان الكبير تامر حسني. كسر الدنيا. انت حاطط عينك على مصر كمان، وسمعت ان في ديو مفروض كان يكون بينك وبين الليثي، ولا انا غلطانه؟ في هيك شيء عم حلو. ينطبخ. في اشاعه قالت حلو. انا عارفه لما سمعت هالقصه قلت الليثي كيف بدها تركب القصه؟ في اشاعه بس مش ما صارت. في طبعا انا ومحمود عم نحكي، صار لنا فتره بعمل مشترك وفي شيء بين ايدينا هلا عم نشتغل عليه. وعموما موضوع مصر، لانه انا بالنسبه لي كوكب مصر هو ما بتكمل النجوميه العربيه بلا ما يكون الانسان محبوب من الجمهور المصري او معروف في مصر. فهو جزء من مشروعي الفني اللي انا شايف انه لازم استثمر وحط جهد بالوقت وبالاغاني بمصر. وان شاء الله بالمرحله الجايه في كثير اغاني واعمال مشتركه جايه. بتشجعيها لهالخطوه؟ اكيد يعني كل حكيته مزبوطين، اي لانه يعني ليوصل للنجاح بالوطن العربي بالكامل، حتى لي ليوصل لهذا الشيء اكيد يعني لازم يوصل لمصر. وزرعنا كتير منيح بملكة جمال الكون أنا والنجم تامر حسني طبعا. مزبوط. الغنية تصدرت عدة قوائم بمصر، يعني إنه كانت صار في أرض خصبة للدخول. كانت هلا الترند الصيفي الفترة اللي فاتت كلها اسم الله عليكم. أنت غايبة كتير عن الدراما اللبنانية، والشعب اللبناني مشتاق لك بشكل مش طبيعي. أنا أكيد يعني كمان. حتى كلهم عم بيقولوا لي ليك مشتاقين، ليه ما عم تبين بلبنان؟ أنا كتير كمان مشتاقة. هلا أكيد البعد ما كان مقصود على الدراما اللبنانية، كان إن جنرال. يعني إن شاء الله يكون عندي فرص، بتمنى. يعني أنا كل تجاربي بالدراما اللبنانية كانت كتير ناجحة، بدءا بلعبة الموت، عشق النساء، طبعاً. أمير الليل. طبعاً. يعني كلهم كانوا عن جد مسلسلات كتير حلوين، وبتمنى إنه يكون في كونتينيوتي لهيدا النجاح إن شاء الله. إن شاء الله نشوفك. أيوة نعمل مسلسل نحن ثلاثتنا نسميه الأخضر واليابس. بتعرفي إيه والله، هي بس لأنه لبنان عدد شركات الإنتاج كتير 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 صغير. أيه. فالمساحة لتستقبل فنانين، يعني حرام حتى بقول مرات كتير بحب إنه الفنانين اللبنانيين كمان يشتغلوا أكتر ويكون لهم مكانة بالدراما اللبنانية أكتر. هيدي دعوة منا للمنتجين اللي بلبنان يا جماعة. وأنا كمان انكلود مي أز ويل. ايه يعني دعوة منا للمنتجين اللبنانيين، بدنا ميف خلص درامتكم الجاي. وللكل كمان، مش لإلي أنا بس، لأنه كتير في مواهب حلوة وصادقة بيستاهلوا يكون عندهم فرصة.
ان شاء الله. انت مش وارد براسك التمثيل هلا بعد؟ ما بعرف، انا ما بتمثل بحس. بكليباتك اكثر، بس دراما بقى لوحدك. بحب مثل حالة الغنية تبعي والكلمة تتحول لصورة بكليب لإلي، بس ما بعرف يعني. فكرت ببعض اللحظات بموضوع التمثيل، بس حسيت انه لازم اكون ضليع فيه اكثر او اكاديمي شوي او لا آه، مش لا. ضروري، مش ضروري مش اكاديمي. ضروري، لا لو أكيد. نحط لك رقم هيك غير الشكل على الطاوله والله يجيب 2 لامبورجيني او النبي افتكرني بقى يجيب واحده ليا واحده يعني جو اللامبورجيني والحاجات اللذيذه دي بقى ايه افتكرني لو فيها حط الله لك رقم على الطاوله يجيب هيك شي 3 لامبورجيني فكرة مثلا، بتزبط التمثيل انه تمثل. على رقم. لا انا عبالي مثل حالة معينة، يعني اذا قررت اني مثل لاجيب كمان 2 لامبورجيني صراحة. مش غلط، الله يرزقك ويزيدك. لا شوفوا يا جماعه، انا مبسوطه كثير، وللاسف وقت الفرح بيمرق بسرعه، بس لنفوت بفرح اكبر واكبر. صارت يعني قربنا على الساعه 12 اوكي، وصار لازم نستقبل السنه الجديده، بس ما بدي نستقبلها لوحدنا، بدها يعني يكون في صبايا وما بين الجمال والابداع. بس قبل ما استقبلهم، انت في المرة شو بتفضل، المرة الذكيه ولا المرة الحلوه؟ انا بفضل المرة. لا ما الذكيه ولا الحلوه؟ مثل كانك عم تسألني بتحب امك ولا ابوك. لا بس كمان، لا عن جد والله العظيم. قد ايه يعني مثلا، ما يعني لا، في هي اكيد حتكون شامله كل شيء، بس في شيء طاغي اكثر، يكون الزكا ولا الحلا؟ لا الحلا صراحة. الحلا. وانا ما راح ازعلك ما راح ازعلك، هلا رح يجيب لك تعطيه الحلا كله. دوزاج حلا حلا بدوزاج حلا، يعني شو بدنا نجيب اكثر من هيك حلا؟ ما بعرف. حنجيب حلا وجمال وزكا ومعنا هضامي، وفي هضامي فايته ليحتفلوا معنا براس السنه بزقفه كتير كبيره. رحبوا معي بملكة جمال لبنان مايا رعيدة. أكثر من هيك جمال ما فيه بقى، أكثر من هيك جمال. نسوار مايا، كيفك؟ شو الأخبار؟ مايا أنا خلص صرنا بس فريندز. تفضلي مايا. ثانك يو. بس الجمال بعده ما خلص هون، في معنا جميلة جدا وجميلة مذيعات الجديد وأخبار الجديد ما بتكون حلوة إلا بوجودها. معنا لارا منيف. تفضلي لارا معنا. عادي يا بيتنا شفنا بعض. انا كنت بقولها وحياة الله احسن ما يقولوا فاتت ما سلمت على مايا رعيدي. شو الخلاف؟ شو الخلاف اللي طلع بيناتهم؟ سلمين على بعض بالكواليس، شو في بيناتهم؟ غار الجمال غار من الجمال، شو في بيناتهم؟ فمشي الحال، كنا مسلمين على بعض قبل. مايا بدي رحب فيكي كثير، وهيدي اطلالتك الاولى على شاشه الجديد. صح. وبعدين بعد اقول لك شغله، انا اول مره بشوف ملكه جمال هيك على الطبيعه. يعني اول مره اسم الله عليكي جميله، بس انا صح انا ما مره قعدت مع ملكه جمال يعني نحن كلنا هير بيوتيفول. مش اي ملكه جمال، يعني ملكه جمال 5 سنين. هلا 4 بس انه خلي 5 كرمال الحسد، لانه كمان 4 كثير. يعني هي ثقفت ان انت اخذتي التاج ملكه الجمال وضليتي محتفظه فيه، بس اجت الثوره واجت الكورونا وضل معك هالتاج. ظروف مش حلوه. حبيتي هيدا الشيء؟ قلتي خي انا اكثر وحده قاعد معي هيدا التاج ولا لا؟ حبيت اول سنه لانه كانت سنه طبيعيه وعملت كل شيء. بعدين تاني سنه بس بعدين لا ما كان في لزوم، وبالعكس كان عبالي اعطي هيدا التاج لبنت جديده تربح وتعيش لي عشته. هيدا هو كان الاحساس. حلو. شامي بتستاهلوا للتاج 4 سنين؟ ايه اكيد اقل شيء. اكيد بحسه الشام استحى، عارفه كل النسوان متكترين عليه. هلا صار هارون الرشيد. حسيت استحى يا عمي، شو هالجمعه ما في زلمه يقعد على شيء كنبيه عنا. جايبه يعني جايبه ستايلز مختلفه. لا وبعدين بقول لك شغله، اول كمان اول ما لارا انا بحبها كثير للارا، فعم بيقولوا يا جماعه دايما بينتقدوا يعني بينتقدوا ساعات بصير جمالها لمذيعه اخبار بصير انه تخطف الانظار. يعني تخيل بتشوفي خبر انفجار مثلا او شيء وبتطلع واحده كثير حلوه مع ابتسامه رائعه عم تنقل لك هالخبر، بيأثر هالشيء عليكي؟ هلا الجمال للمذيعة اوقات بيكون نعمة ونقمة بنفس الوقت، وبيكون النعمة لما الجمال بيكون
بيكون عم يعطي المذيعة ثقة أكثر. بصير في علاقة بين المذيعة والجمهور بشكل أسرع. بس أوقات بتحول لنقمة، بصير عبء بمطرح مثلا ممكن إنه المذيعة أوقات إذا حلوة بتتخربط بشيء أو بشي كلمة أو بيصير معها موقف. بيقولوا ايه مخضرمين ممكن يصير معهم هالشي، بقطعوا لهم اياه، بس لانه بنت حلوه او مذيعه حلوه بيقولوا شفتوا، بس لانه حلوه طلعوها. صح انه ممكن تقطع المذيعه الحلوه بهيك قصص، بس later on يعني مع الجمال والاستمراريه والثقه القوة اللي ممكن تثبتها هيدي المذيعة بتتخطى هيدا الشيء. بيتخطى وبطلوا العالم يشوفوا هالغلطات يعني. إيه؟ أنا عن نفسي بفضل شوف إذا خبر نكد، وما شاء الله أخبارنا مؤخرا كانت كلها بفضل شوف حدا حلو عم بيقول لي إياها على القليل يعني.